هنخرج للسعودية. السعودية في قرارات بإلغاء نظام الكفيل. السعودية بتحاول تغير من جلدها، بتدخل السعودية بصراحة مشروع 2030 للسعودية منتهجاه هو مشروع تكنولوجي. يعني عايز السعودية بتتنقل لشكل تاني، بتركب العالم تاني، مش ماليا، تكنولوجيا، بتنفتح فتحة زراعية للعالم. إلغاء الكفيل لو هو نظام بالنسبة للعاملين أو للعمالة المغتربة في المملكة مضايق العمالة، او هو نظام حصل سلبيات كتير فيه او كتير انتقدوه، لكن هو برضه معوق للمملكة. يعني عارف لما يبقى عامل الجذب، انت بتجذب دلوقتي عمالة، لابد انك انت تكون مسهل حاجات معينة واجراءات معينة عشان تجذب العمالة او الناس المهرة. وهو ده الهدف للسعودية دلوقتي، ان انا اجذب عندي الناس المهرة وذوي الخبرات من انحاء العالم. فاتجاههم دلوقتي لإلغاء الكفيل، اتجاههم دلوقتي الخروج والعودة يكون حاجة روتينية، ولكن اختار صاحب العمل بإشعار إلكتروني فقط مش أكتر، ويراجعوا المرجعية التعاقدية ما بين العامل وما بين المنشأة اللي شغال فيها. وده هنا هم أعلنوا رسمي لزيادة فرص العمل في المملكة، خاصة واستقطاب العمالة ذوي الخبرة والعمالة المهرة. وده برنامج التحول الوطني اللي السعودية بتتبناه دلوقتي.